ما عارفينش الناس ان عندك ما شاء الله 6 ديال الابناء. سؤال وانت عن تجربه، خليني بانك مرشد اسري وانك يعني عندك خبره واكاديميه، سؤالي شكون اللي صعيب تربي البنيته ولا تربي الولد في هذا الزمان؟ تربي امهم. الاصل هو ان تربي هذه الام تربيه تعينك على تربيه الابناء. هذا هو الاشكال. ولكن اجي بلاتي انا نقدك انها تربي امهم، بزاف النساء ما كيعجبهمش الحال. لا بالعكس، والام انت كتلقاها ديجا يعني تربيتها مكتمله، يعني قناعاتها افكارها. بالنسبه للتربيه استاذه، التربيه ماشي قدح، هذا هو الاشكال. عندما نعتبر على ان التربيه قدحا هذا هو اشكال كبير. انا الزوجه نهار زوج بها قرينا كتب انا وياها قبل عاد تلاقينا عمرنا ما اختلفنا في شيء ابدا. علاش؟ لان هي عارفه احتياجاتي وانا عارف الاحتياجات ديالها. فالان من قلت لك تربي امهم ماشي قدحا في زوجتي، حاشا، ولكن كنقول لك على ان هل لدينا نفس الرؤيه في تربيه الابناء؟ واش بجوج بينا كنعرفوا نبوسوا ونقرصوا في نفس الوقت؟ هذا هو المشكله. حنا انا كنشرق والمراه كتغرب، اذا فين تكون التربيه؟ انا كنبنيه، كتجي الام كتهريب داك الشيء، انا كنحاول نكون بالقسوه، الام كتكون باللين، هنا كتكون صعيبه. هو طبيعي تنوع الزوج والزوجه فيه فسحه للابناء، ما لا يتقنه الاب تتقنه الام. انا عندي الذكاء المالي، الزوجه عندها الذكاء الوجداني والذكاء الروحي والجمالي وكذا، فكيلقاو بيئه، ولكن ينبغي ان يكون الاتفاق بينهما متكاملا. الى انا ما متفقش مع الزوجه ديالي على تربيه الابناء، كن على يقين باننا سنختلف. انا ولو نكون غلط في الوليدات ديالي، غلط وركزت على كلمات انني في خطا، ورأت الام ذلك التقصير والخطا، ينبغي الا تتدخل في تقويم سلوك الابناء ديالي، تخليني نكمل الخطا ديالي، ومنين تجي عاد تهضر بيني وبينها. علاش؟ باش الكارير والنموذج ديال الاب ما يتهرش قدام الابناء، يعني صوره الاب ما تقاش.